طبعا تعليقي اللي في قلبي لو طلع هترفد من المحطة، هأتهم ان انا شخص مش مؤدب ومش متربي، وان انا بقول الفاظ نابية واصدر اصوات قبيحة. لكن هي كده وصلت لابو التفاهية ابو اسحاق الحويني. قال لك اصل انت لو حلقت حتة وطولت حتة تبقى انت كده ظلمت الحتة اللي اتحلقت. يا راجل يا هايف، يا هايف، يا تافه، ايه ده؟ قال لك تطول هنا وتحلق هنا، يبقى الحته اللي اتحلقت ما خدتش حق هذا الحته اللي فوق، فانت كده مش عادل، كده انت ظلمت الشعر. مش كده؟ مش ده؟ حاسس ان عايز اخش اجيبه من جوه، اجيبه من وشه كده، اخطف نور عينيه. حاجه الحقيقه مشينه. وبعدين يقول لك وهذا بعد عن العدل. وبعدين ابو التفاهيه ابو اسحاق الحويني قال لك ايه؟ قال لك اصل كده يبقى حرام، حلقه الشعر بالطريقه دي حرام. انت مين انت عشان تحلل وتحرم يا اتفه من انجبت الارض؟ حرام. ده الراجل حتى في استخدام المصطلح لا يعي قيمه ولا حجم مصطلحاته، فقال لك حرام. وقال لك لا يجوز، حرام. عدم الجواز لا يفيد الحرمانيه يا ابو جهل. الجهول ابو جهل ابو التفاهيه ابو اسحاق الحويني لا يعلم حتى حجم المصطلح. فعدم الجواز لا يساوي الحرمانيه، وفي حاجه اسمها الكراهه ولا يعرفها طبعا ابو التفاهيه. هو اي حاجه عنده مش على مزاجه يبقى حرام. حاجه الحقيقه في منتهى الاسفاف وفي منتهى الغباء وفي منتهى الجهل واشاعه للجهاله وتجهيل عقول الناس. انا مش قادر افهم والله العظيم ازاي في حد يسمع لهذا الرجل. وقال لك الحلاق اللي بيعمل كده تبقى واقع عليه الحرمانيه، واصل كده الفلوس غلط. لكن طالما ما كانش عارف معفو عن، انت اللي بتعفو؟ يعني ابو اسحاق الحويني هو اللي هيعفو؟ يعني ابو اسحاق الحويني يلبس نفسه صفة من صفات رب العزة سبحانه وتعالى الا وهي العفو؟ هل ابو اسحاق الحويني اله يمشي على الارض فيعفو عن هذا ويحرم ذاك، ويحرم شيئا ما، ويجرم شخص ويجرم فعل ويبيح عقابا؟ هذا الرجل بالمناسبة والله العظيم لا مجال له ولا مكان إلا مباول السجون. روحوا الخبر مضروب.